السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء النور حبيباتي الغاليات، ربي يسعدكم وين ما كنتم. اليوم حبيت نهضر معكم من قلبي في موضوع اللي هي العادات السيئة، العادات اللي ماشي باهية اللي تقوم بهم المرأة أو الزوجة في دارها وتبان لها بلي عادات عادي ما يأثروش. جيت اليوم كما قلت لكم نحكي معاكم من قلبي كأخت كبيرة تحب لكم الخير وتحب تشوفكم عايشين مرتاحين مع رجالتكم. ربي يدوم السعادة ويدوم الفرح بيناتكم يا رب. شوفي حبيبتي يا أختي، الحياة الزوجية أي ماهيش لعبة، ماهيش تمسخير، راهي ميثاق غليظ، ميثاق غليظ يا غالياتي. فيه المحبة، فيه الرحمة، فيه الصبر، فيه التفاهم، كما كذلك فيه الضغط، فيه المشاكل، فيه كذا فيه كذا. على بالنا ورانا كامل امهات ورانا كامل بازواجنا. لذا يا حبيبتي كاين بزاف 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 نساء من غير ما يحسوا، من غير ما يحسوا، او ماشي ما تحش، حطتها بلي حاجه تستصغر العاده هذه، ويديروا عادات خطيره تقدر والله تهدم حياتهم الزوجيه شويه بشويه، يعني بالفتوته تفسد في حياتهم وهي ما منتبهاش. وتجي وحده في يوم من الايام تقول ما فهمتش حياتي وين راهي رايحه، كل شيء عاكس، زوجي تبدل عليا، ما عادش كيما كان. حبيبتي مادامك سقسيتي هذا السؤال لازمك ترجعي الى الوراء وتدرسي نقاط. لهذا اليوم حبيت نهضر معاك ونتفاهموا بكل هدوء، ماشي باش نلومك، لا لا، كما قلت لك حنايا كاع رانا زوجات وامهات لاطفال، بالعكس انا ما نلومكش وما نزيدش نحملك فوق طاقتك ونتعبك، بصح جيت نقول لك راهو بيدك من اليوم تحبسي هاد العادات وتبدلي حياتك للافضل. انت تحسنيها ولو بنقطه، ولو بالبسيط، ولو بشويه حبيبتي، معليش. هزي نفس عميق، اقعدي مرتاحه، حضري كاس قهوه ولا ورقه وقلم، والله وارواحي نبداو الفيديو مع بعضنا ونشوفوا وش هما العادات اللي لازمنا نقولوا ستوب، نحيوهم مهما تكون، تنحيها مع اختي يا حبيبتي. اذا كنتي فيكي عاده من هاد العادات اللي راح نهضر لك حاولي تنحيها اختي. والعاده الاولى وفيها ننسى ياسر 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 حبيبتي، المقارنه المستمره. السم يقتل، يقتل سم يقتل بالخف. كل ما ترجعي للدار ولا يرجع راجلك للدار تبدا تقول لراجلك لزوجك شوف فلان واش دار لمرتو، شوف فلان واش جاب لمرتو، وزيدي الكبيره شوف خويا واش جاب لمرتو، شوف خوك واش جاب لفلانه، علاه ما درتش كيما فلان، علاه ما جبتليش كيما فلان. ها اختي، لا لا، المقارنه هذه تحسس راجلك بلي ناقص، يا حليلو راهو يتعب. تخليه كلام بسيط يخرج من فمك تخليه يحس باللي راهو ناقص، وباللي يحطها في راسو باللي مهما دار ما يعجبكش. ومن بعد حبيبتي يولي يا يبرد من جهتك خلاص وما يهدرش معاك، يا يولي وشنو عصبي، يا عاقل ويبرد من جهتك وماشي في مصلحتك، يا جنونو يطلعوا بالخف يولي منين تهضري يشعل فيك، وفي زوج ماشي ملاح. والحل يا حبيبتي ركزي على الحاجات الزينه،
اللي يديرها ولو بسيطة. صلح لك حاجة قولي يعطيك الصحة، ربي يخليك، ما شاء الله عليك، ربي يطول في عمرك. هذا الكلام الطيب البسيط يزرع وردة في قلبه يا الغالية. جربيها، إذا كانت فيك هذه العادة السيئة حاولي تنحيها وجربي هدري الكلام هذا وشوفي ورجعي لي الخبر. العادة الثانية يا حبيبتي تحكي أسرار حياتكم للناس. عفوا صرا مشكل صغير بيناتكم، تهزي التليفون، الو يما، الو اختي، الو حبيبتي، فلانة ودار 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 ودار. من بعد يسمع هو ثقته فيك تطيح، يولي يحس بلي أسراره في الواد اللي يجي يشق عليها. حبيبتي مشاكلكم خليها بيناتكم، رانا كامل بمشاكل مع الرجال إلا من رحم ربه، رانا كاع في سلة واحدة، بصح ما نضلوش نحكو. كاينة حاجة مقلقتني، نقابلو قال اسمع فلان، أني حابة نهضر معك في الموضوع الفلاني. سهل، حاول كيفاه توالفيه بهاد الطريقة وشوفي كيفاه تتحسن. جربيها إلى عندك هاد العادة تنحيها، وجربي الحل نتاعي ورجعي لي الخبر. العادة الثالثة حبيبتي الصياح واللوم الدائم، العياط واللوم الدائم على كل حاجة تعيطي، علاه درت هكذا، هاي هذه كي ما تصلحش هكا، علاش هكذا، أو ما قلتلكش هكذا. ها بنتي يا حبيبتي ما هكذاش، الصوت العالي أو يطفي المحبة، يخليه ينغلق على نفسه، يولي يشوف فيك جعفر الدوزيام صاحبو الدوزيام. على بالي يا حبيبتي واني حاسه بيك، وحنايا تاني امهات وزوجات، بصح اهدري بالهدوء، ما تزيديش الطينه بله. واش تستافدي تعيطي فيه وتلومي فيه وهو ينوض يعيط وقدر يكون عصبي يا حبيبتي، وقدر يزلق فمه ويقول كلمه ماشي باهيه، وتكبر الحاجه من اللي كانت هك تولي هك، تكبريها. وش الفايده؟ اهدري بهدوء. قال انا زعفت من النقطه هذه، من هذا التصرف نتاعك نقدروا نصلحوه. الكلمة هاد الكلمة خير من 1000 صرخة. هاي تعيطي ها والله ما تجيب، والله صدقيني ما تجيب لك حاجة. اهدري معها بالعقل وشوفي حتى هو يتعلم يفك معاك المشاكل بالهدوء، مش كلش تاني يجري للعياط. والعادة الرابعة، وقبل ما نروحوا للعادة الرابعة، إذا فيك هذه عادة العياط واللوم نحيها وخدمي بالحل ورجعي لي الخبر. العادة الرابعة يا حبيبتي ما تعتنيش بروحك. بعد العرس نتاعك ما عادش يشوفك جميلة، ما عادش تهتمي بلبسك ولا بريحتك، خاصة الله يهدي النساء المتزوجات وبالأولاد. على بالي والله ما عندنا الوقت، واني على بالي والله ما عندنا الوقت حتى باش تقريبا كاين نساء والله ما عندهم الوقت حتى باش يحطوا المشطة في شعراتهم. وعلى بالي بصح يا حبيبتي كيما نظمتي وقتك ونوضتي طيبتي الفطور ونظمتي ومسحتي دارك والغبرة من دارك
وسيقتي وعملتي، دخليها حتى هذه مهمة، حطيها ديري لها البلاصة. الراجل يحب يشوف مرته زينة في عينه، حتى وانتي في الدار بين 4 حيوط ساكنة وحدك، البسي حاجة نظيفة، ريحة خفيفة حلوة، تضحكي في وجهه. ما قلناش لازم حاجة غالية والريحة تاع القاطعة ولا الغالية تاع مليون وتاع، ريحة نظيفة، ريحة النقاء، البساطة تكفي. والله صدقني كاين نساء تقولك والله ماني نرشط شعري باليومين على جال الولاد. ها اختي، او من حقه يشوفك نقية، هذا زوج، هذا زوج نقاء قبل كل شيء مليح. وتاني حاجة تفكري باللي البرة اللي هو المجتمع يشوف بعينه العجب. للأسف العرا عامل حاجة، التبرج في المكياج عامل حالة. هذا زوج، هذا ذكر، قبل ما يكون زوج راهو ذكر. يلقاك انت بريحة المعدنوس وريحة العرق وريحة والدراري مشلطينك. ايه مي اعطي لروحك وقت حبيبتي، اعطي لروحك وقت، ولو خفيف، دوش خفيف، لبسة نظيفة، ريحة خفيفة، حتى وديودورو تاع 10,000 اختي، المهم ريحة نقية، البساطة تكفي. اكحل في عينك بسيط جدا، مش مكياج يا سيدي. ودايما يدخل رحبي بيه، عالسلامة حبيبتي. إذا كانت عادة هذه فيك أنا نقولك اجري على روحك. العادة الخامسة، هو يهضر وانت مطنشة، ما تسمعيلوش كيعود يهضر، ما هوش مهتمة انت بيه، يجي يهضر تقاطعيه، ما عنديش الوقت، مانيش قاعدة، راني رايحة ندير الحاجة هذيك، اصبر عليا، خليني ما قاعداش درك، فكني من الحاجة هذيك. هذا زوجك يا حبيبتي، هذا زوجك، لازمك تسمعيه ويسمعك، حتى ولو مشغولة. تعودي هادي مشغولة، قال دقيقة برك يعيشك درك نكمل هادي ونجي نحكو براحتنا. وكيعود يحكي خلي عينيك في عينيه، راهي حاجة كبيرة عند الراجل. اهدري معاه، اسمعيه كيما نقولوا اسمعيه من قلبك، مش تسمعيه تاع باه تسمعيه. طبقي هاد الحاجة ورجعي لي الخبر، وبطلي عليا هذيك تاع الطنشيه ورجعي لي الخبر. العادة السادسة، التحقير والتهديد. وللأسف كاين نساء ياسر يديروها، حاشا كلمة النساء فيهم. إيماجيني امرأة تقول راجلها راك ما تسوى والو، ضل تقارن فيه بفلان وفلتان، ما درت والو في حياتك، غير لو كان ما زديتكش نطلق منك ونتهنى، لو كان مال ولاد، لو كان واني روحت. حبيبتي كي تجرحي له في كرامته، الراجل ما يحكيش كيما المرأة، وما يفضفضش كيما المرأة، وإلا غاب يعني راح، أو ما يوليش كيما كان، أو ما يبينلكش مدام. السكوت نتاعو هذيك أي حاجة ماهيش باهية، شي كي تبقى ساكت زيدي ترخفي الحبل تاعك البايخ. لا حتى وانتي زعفانة، حتى وانتي مقنوطة، ورانا زعفانين ورانا مضغوطين وربي اللي عالم بينا. مي حدود
كاين سمهم حاجه اسمها الحدود اختي، ما تجريش تنطقي كلش واش بغيتي. اختاري كلماتك العزيزه، اختاري كلماتك. والعاده السابعه عفوا، وثاني كاين نساء فيهم ياسر يديروها. وشن هي؟ تروحي تنبشي في الماضي، صرا مشكل وديتي عليه الحق، ظالم فات فيك سيدي، مشكلة. غير ما تشبه لها قصة تروحي تجري ليها، تنفشي فيها، تبربشي، تحوسي. علاه؟ كل ما تصرى مشكلة جديدة تروحي تفتحي الدفاتر القديمة نتاعك، ماشي حاجة مليحة. اللي فات مات حبيبتي، اللي فات مات. ما تمرضيش علاقتك مع زوجك، ما تسمميهاش بيدك، من بعد تقولوا الراجل هو تبدل، الراجل هو دار، الراجل هو فيه. يولي يحس باللي الماضي نتاعو ولا هذاك المشكل نتاعو يجري من وراه يطاردو وما يقدرش يبدل صورتك عليه. خلاص اي مشكل تحلوه وصرا فات حطوه في الماضي، سكري عليه، سكري الصفحة هذيك صاي. وإذا فيك هذه النقطة حبيبتي نحيها، خدي الراي ونحيها. والعادة الثامنة، جميلة اسمع كلمة صحيت من قلبك من فمك سيدي. يجيب حاجة غالية ولا حاجة مليحة ولا كادو مليح ولا كادو ما مليح، جميلة فرحتيه انت بصحيت ويعطيك الصحة وربي يعيشك وربي يرزقك وربي ويزيد لك من مالك. ها اختي عب مزيتو ما خدمتو ما حاجتو كما نقولوا قوام حاجتو، اشكريه، علمي لسانك يهضر الكلمة الطيبة معاه، ما فيها والو، واش فيها؟ ودايما كي يجيب الحاجة للدار تسمعي غير واش فيها هذه خدمت، علاه جاب حاجة، على بالنا خدمت، على بالنا بلي داخلة في السحلالة. الشكريه، الكلمة الطيبة هو في حد ذاته تشحنه بالطاقة الإيجابية. كي تولي انت كلمة هكا ما تقوليهالوش ومن بعد يولي بارد، كيفاه مالا يولي يحبك ويقادرك وين انت كلمة صحيت يعطيك الصحة ربي يرزقك ربي، هذه ما قدرش تخرجيها من فمك وتقولي راجلي ولا بارد، راجلي ولا كذا، راجلي ما يهتمش بيا، راجل فلانة مداير لها الجنة في الأرض ونتاعي كذا ونتاعي، راجلي ما حبش يخرجني، راجلي قاتلني في الدار. كلمتي خلاص قتلتي كلش بيناتكم. بدري حبيبتي بدري، ولو بنقطة تجيب لك نقطة تجيب لك نقطة، وانتي بدلتي كلش. حتى الحاجة البسيطة اللي تبان لك انتي بسيطة خلاص اشكري يعطيك الصحة، مدات ما جابت الكلمة هذه بصحة كبيرة، هذه ربي يفتح عليك. شوف 3 كلمات ربي يفتح عليك، بصح هو تقدير، هو يحبها. وما شاء الراجل ماهوش كيما حنايا اي حاجه نهضروها ونشرحوها ونحبوا هو يخبي كلش في قلبه ما يحكيش. العاده التاسعه حبيبتي، قبل ما نقول لك العاده التاسعه، الا فيك العاده هذه تاع جامي قلتي له حاجه حلوه حاجه مليحه في ليه، وحتى باللي كي يقضي بلا مزيت، وكي يجيب لك اللبسه بلا مزيت، وكي يكسي الولاد بلا مزيت، وكي يجيب لك الخضره بلا مزيت. لا حبيبتي
على بالنا هاد الخدمة نتاعو، بصح شكريه وردي ليه الخبر، تقربي ليه في هذه النقطة. إلا كنتي من الناس اللي ما جامي قلتيها، بدلي العادة هذه حبيبتي، شكريه ما مدا خدمته، شكريه وعلميه يشكرك حتى هو. درك صدقيني لو كان اي حاجه تقولي له بارك الله فيك يعطيك الصحه منا صدقيني غدوه طيب انت حتى هو يبادر يشكرك مالكري خدمتك. يجي يبقى الدار تفلح فيه يقولك ما شاء الله يعطيك الصحه، طيبي ماكله بسيطه بنينه يقولك يعطيك الصحه. علميها حبيبتي وتبدا من نفسك ورجعي لي الخبر. العادة العاشرة هو اليأس والاستسلام للضغوطات وللظروف، والله للزوج مثلا، أو ما يتبدلش هذا، أو لا أمل في هذا، خلاص حياتي ضاعت مع هذا. لا لا حبيبتي، الحياة الزوجية تحتاج أمل وصبر. علاش؟ ما كانش دار ما فيهاش مشكل، ما كانش دار ما فيهاش ضغط، ما كانش دار خالية تماما من المشاكل، ما كانش الحب هذاك اللي مبني من طبقة من ذهب وعسل. ديجا المحبة لو كان ما تكونش فيها انتكاسات هكا والاخر ما تجيش بنينة. انت لو كان تهزي بلارة كبيرة تاع عسل وتوكلي توكلي توكلي تاكلي يوم 3 4 شهر شهرين تقهمك تكرهي. هذه كامل عندنا حبيبتي المشاكل هادو، بصح نعرفوا كيفاه نسيروها. ما نديرش من الحبة قبة، ما نتفرعنش مع الزوج ديالي، الزوج زوج والمرأة مرأة، كل شيء في مكانه. الحياة الزوجية تحتاج لهذوما الصوالح. حنايا رانا مضغوطين، حنايا رانا تعبانين كامل، بصح محتمة بداي بنفسك، طوري روحك مع الوقت تشوفي التغيير حبيبتي. وبين قوسين يا حبيبتي يا غاليتي في ريال، قالت لي يا راضية قولي لي واش ندير مع زوجي عنيد. حبيبتي اختاري وقت مناسب، ما تجادليش وهو غضبان، ابتعدي على الغضب، عصبي خليه يرتاح، والطلب ديالك قوليه اليوم وغدوة كرر، وكي طلبي بهدوء بضحكة. ونعطيك حاجة، مدحيه قبل ما تطلبي حاجتك، بيني له الفايدة تاع هذاك الشيء اللي حابة ديريه وباللي حابة تعاونيه. دايما اعطيه الفايدة تاع الحاجة هذيك. الرجل يحب الملموس ما يحبش المعنويات، كما المرأة حساسة والمشاعر يحب الملموس. اعطيه وشن هي الفايدة هذه. بالنسبة للزوج العنيد اعطيتك كما نقولوا جواب بسيط ومختصر. اما بالنسبة للعادات السيئة يا حبيبتي يا غاليتي، راهم عادات كاين خطيرة لازمك توقفيها قبل فوات الأوان. بعد ما تبدايش تقولي علاش. كاين صوالح صدقيني راهم عادات فينا نحن النساء تبنى معادي، هما ما عاديش بالنسبة للرجل. شوفي يا حبيبتي يا أختي يا الغالية، الزواج بستان جاردة، وكل عادة سيئة توقفيها كأنك نحيتي عشبة خايبة ضارة، وكل عادة مليحة زيديها في حياتك مع زوجك كأنك زرعتي وردة جديدة باهية حمرة في حياتك. ماشي عيب تتعلمي، وماشي عيب تقولي كنت غالطة وحبيت نصلح الحاجة هذيك، بالعكس
اللي تحب حياتها وتحب راجلها دايما تحاول تطور من روحها وتبدل من عاداتها. نحن بشر. حبيبتي يا غالية، ربي يسهل عليك ويسعدك ويجعل حياتك مع راجلك كلها محبة وهناء وسلام. ربي يرزقك السكينة ويجعل بيتك عامر بالضحكة والفرحة، ويجعل كل خطوة تخطيها في حياتك الزوجية سبب في رضاه ورضا زوجك عليك. ولو حسيتي يا غاليتي يا حبيبتي ان هذا النص فادك، هذا الفيديو فادك ولو بالقليل، ما تنسيش تشتركي بالقناة وتفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد، وشاركي الفيديو مع صحاباتك مع اخواتاتك وخلي الخير يعم على الجميع. وقولي لي وشنو هما العادات اللي فيك وشنو هما العادات اللي ما فيكش في التعليقات، وخلينا نحكوا ونتشاوروا في التعليقات. من قلبي انا نقول لك ربي يبدل حالك للأحسن ويعطيك راحة البال ويخلي لك زوجك سند وفرحة طول العمر. ونقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.